أمر وصل العلم للملائكة أن هذه الطينة سيخلق منها بشر، سيخلق منها مخلوق يعبد الله في الأرض. فأول شيء حصلت التسوية، فسوى الله خلقة آدم من الطين، صور وجهه بيده، شق سمعه، شق بصره، صوره صورة كاملة، ثم بقي مصور بلا روح، والملائكة مستعدون لتنفيذ أمر الله. فإذا سويته، هذا الشرط الأول، ونفخت فيه من روحي، الشرط الثاني، فقعوا له ساجدين وهم ينتظرون نفخت الروح أم لا، حتى جاءت الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمر الله الطين أن يكون بشرا سويا. دبت الروح في آدم، دخلت من رأسه، وصلت إلى عينيه فأبصر، وصلت إلى أذنيه فأسمع، وصلت إلى خياشيمه وإلى فمه فعطس، ثم نزلت إلى صدره، ثم نزلت حتى وصلت الروح إلى بطنه، وقد دخلت الروح في يديه فهم بالقيام، فقال الله: خلق الإنسان من عجل. وأصبحت العجلة في الإنسان إلى قيام الساعة، لسه باقي نصها ما دخلت الروح. فلما عطس عطسته الأولى ألهمه الله الحمد، فقال الحمد لله، فكان أول ما نطق به آدم الحمد، الحمد لله. فقالت الملائكة كلهم أجمعون: يرحمك ربك. فكان أول شيء دعت الملائكة به لآدم الرحمة، وأول شيء نطق به آدم الحمد، وأول فعل هم به أن يقوم، فأعطي العجلة، فأصبح الإنسان عجول، وكان الإنسان عجولا. وأصبح الإنسان أيضا صاحب حمد، يعني إذا أنعم عليه يشكر. وأصبحت العطاس نعمة من الله، ولذلك كل ما يعطس إنسان شو يقول؟ الحمد لله. أول من عطس آدم وأول من حمد آدم. فإذا قال الإنسان الحمد لله نتشبه نحن المسلمون بالملائكة ونقوم بدورهم، فنقول لمن عطس: يرحمك الله. فيقول العاطس: يغفر الله لي ولكم. ما في حد يبغى يعطس؟ إذن وصلت الروح لبقية جسمه، وسجد الملائكة له امتثالا لأمر الله بعدما بين الله لهم مكانته. ماذا فعل آدم؟ دبت الروح فيه، قام فمشى خطوات. نظر الملائكة هذا الخلق الغريب العجيب، كانت صورته كلها، شوف أظافرك، هذا لباس آدم يوم خلقه الله، شوف رؤوس الأظافر، هذا كان يكسو بدنه كله، وكان يشع من النور. والظفر النظيف إذا سلطت عليه الضوء يكون عاكس، كما أن القمر يعكس ضوء الشمس. فكان ظاهره نور وحقيقته مادة، تحت النور لحم ودم وشحم وعظم. كسي بالنور، قام مشى خطوات، فرأى ملائكة متجمعون، فأقبل عليهم بأمر الله، فألقى عليهم السلام، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا صار رقم كم؟ أول شيء عطس قال الحمد لله، ثاني شيء سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فأصبحت العلاقة بين الإنسان والملائكة وطيدة والله لا؟ وطيدة. ثم علمه الله الأسماء بعد السلام، بعد ما سلم وردوا عليه السلام قالوا: ورحمة الله وبركاته. فكانت من رحمة الله عليه ومن بركات الله عليه أن علمه الله الأسماء كلها، ولذلك لا علم إلا برحمة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعلمه الله بعد رد السلام عليه. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أي أسماء؟ قيل الأسماء كلها أسماء خلق الله،
وقيل أسماء الملائكة اللي قدامه، هذا اسمه جبريل وهذا اسمه إسرافيل وهذا اسمه ميكائيل، والملائكة ما يعرفون أسماءهم. وقيل أسماء الخلق، وقيل أسماء اللغات، علمه لغات بنيه فيكون للشيء الواحد أكثر من اسم. الآن عندما نأخذ قلم ونقول ما اسمه هذا بالعربية قلم، ما اسمه بالإنجليزية كذا، ما اسمه بالفرنسية كذا، ما اسمه بالأفريقية كذا، ما اسمه بكذا كذا، فتجد الشيء الواحد له كم اسم على عدد اللغات. فقد علم الله آدم لغات بنيه كلها حتى أصبح للشيء الواحد أكثر من 1000 اسم يعرفها آدم كلها. ولذلك آدم ما عنده مشكلة، لو يخرج الآن من قبره لأي بلد يتكلم معهم بالغدو، لأن علمه الله اللغات كلها. ولهذا قال بعض علماء شناقطة رحمه الله، قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله وعلم آدم الأسماء إلزم التعلم. جمهور المفسرين على أن الأسماء المراد بها اللغات. إذن آدم ما يحتاج دوره لتعلم الإنجليزية علمه الله إياها، والفرنسية والعربية والعبرية والسنوكية والألفية والأردية وغير ذلك من اللغات الشعبية وغيرها. طيب، لما تعلم وعلمه الله قال الله للملائكة اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فلما سجدوا له وامتثالا لأمر الله جاء تكريم الله له. طبعا كرمه بالعلم وكرمه بسجود الملائكة، ثم كرمه بعد ذلك بالتكريم التالي. أولا النوم، رجع بعد ما سلم وعلم فنام. النوم نعمة، فلما نام